لكن أنني جئت اليوم لأتحدث عن علاقات بين شعبين شقيقين هما شعب واحد، بين دولتين جارتين هما فيما يشبه الدولة الواحدة، وبين إخوة. نتكلم عن علاقات مقطوعة من جانب واحد، عن حدود برية مغلقة من جانب واحد، عن أجواء مغلقة من جانب واحد. والله لمؤلم، ولا أعتبرها خيانة لأجدادنا، خيانة لأولئك المغاربة الذين دعموا الثورة الجزائرية كي تستقل ويكون المغربي في الجزائر هو جزائري والجزائري في المغرب هو مغربي. كم تمنوا هذا، وأنا أعتبر ما يحدث خيانة حقيقة لأهداف الثورة الجزائرية ولأهداف الثورة المغربية. ولكن كما تعلمون أن كل هذه الأزمة هي أزمة مصطنعة مفتعلة من نظام عسكري لم يرعى الله في شعبه، حتى تنتظروا أن يرعى الله في شعوب المنطقة. نظام قتل 250,000 جزائري في حرب قذرة، لا تنتظروا أن يقدم أعمال غير قذرة في العلاقات مع شعوب المنطقة ومع دول الجوار. حقيقة أننا في عالم يتجه إلى صراع الكيانات، عالم فيه الآن ليست صراع بين الدول، لأن الدول تجاوزت هذه المرحلة، وصرنا أن الدولة التي لا تكون في كيان قوي هي مثل الشاة القاسية التي ستتربص بها ذئاب الغاب. أما نحن في المنطقة المغاربية، أين الكيان المغاربي الذي يدافع عن مصالحنا أمام الاتحاد الأوروبي وأمام كل القوى الأخرى؟ من دمره؟ من حوله إلى أطلال؟ من أوصل الحال إلى أنه عجوز في آخر عمرها، بارك الله في عمرها، تبكي بهذه الدموع التي هي دموع والله ستشعل لنا شموع في هذه الكهوف المظلمة التي أرادها العسكر لهذه المنطقة. جئتكم لأتحدث عن علاقات الجزائر والمغرب، وأنا شخصيا الآن تقبع أسرتي تحت الاضطهاد الكبير. فماذا تنتظر من نظام لا يحترم شيخا عمره 90 عاما ولا عجوزا عمرها 80 عاما، يداهم عليها البيت فجرا ويروعها ويسجن أبنائها يهددهم حتى بالموت؟ ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه أن يفكر في هذه العجوز التي تتواجد على التراب المغربي وتتمنى أن تزور أهلها في بلدها؟ لا يمكن أبدا أن تكون لديهم أي حس من الإنسانية. فالنظام العسكري الجزائري لا إنسانية له مع الجزائريين قبل أن يفكر في الإنسانية مع الآخرين. نعم، كما قال الدكتور، أنا جزائري وأنت مغربي، والحقيقة أنني عندما آتي إلى المغرب أكون مغربي أكثر من المغاربة، وأتمنى من المغربي عندما يذهب إلى الجزائر يكون جزائري أكثر من الجزائريين، وهذا هو الحلم الحقيقي الذي يجب أن يتحقق. ولكن للأسف في ظل منظومة عسكرية ترى إلا التعامل بالكراهية، وصلنا إلى هذا الحال أن عائلات الكثير من الجزائريين الآن في المغرب يعانون كيف يسافرون إلى وطنهم. هذا النظام البائس، هذا النظام العسكري المجرم الذي أردده على هذا المنبر، الذي قتل 4 مليون جزائري، ما زال يعذب الجزائريين حتى وهم في المهجر. كم عانينا نحن كجزائريين في فترة كورونا من أجل أن نعود إلى وطننا، وكم صار يطارد الجزائريين لأن لديهم رأي آخر. فلنكن واقعيين، عندما يكون نظام فيه نوع من الإنسانية ممكن أن نحاوره ونتحدث إليه من منطلق إنساني، ولكن نظام يفقد إنسانيته مع أهل داره لا يمكن أن يكون إنساني مع جاره. هذه من سابع المستحيلات. ولكن يبقى الأمل قائم في وجود دعوة، يعني أقولها بكل صراحة، أن حظ الجزائريين أن جارهم الذي يعاديه نظامهم فيه ملك يمد يد الحوار، يمد يد الحب رغم أعمال الحرب التي تأتي من الطرف الآخر، رغم الأعمال العدائية التي لا تحصي ولا تعد، التي استهدفت الأرض، استهدفت الجغرافيا، استهدفت الديمغرافيا، استهدفت حتى لصالح قوى إمبريالية هدفها مصالح المنطقة وهدفها ثروات الجزائريين، وما زالوا يعملون في هذا الجانب. إلا أن المملكة المغربية بقيادتها الرشيدة وبشعبها الراشد يتعامل مع هذه الأعمال العدائية
بما هي حكمة، لأنه يدرك يقينا أن المنطقة المغاربية عبارة عن سفينة واحدة، إذا ثقبت أي جهة من هذه الجهات ستغرق بهم جميعا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعد النظر أمام قصر نظر أولئك الحكام الذين ما صاروا ينظرون حتى تحت أقدامهم كما يفعل أولئك الذين ليس لهم من الحكمة شيئا. حقيقة إنني من هذا المنبر أبارك كل الدعوات التي أتت على ألسنة قيادة المغرب وتحديدا ملكها، الذي طالما دعا إلى فتح الحدود، دعا إلى الحوار، دعا إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها، بل وصفها بالمستقرة. وهذه فيها قراءات مستقرة، أنه من الجانب المغربي لم يفعل أي شيء يمس باستقرار العلاقات، وإن كانت غير مستقرة فهي في الجانب الآخر. وأيضا كلمة مستقرة تقال أحيانا عن ذلك المريض الذي يتواجد في غرفة الإنعاش ولكن حالته مستقرة والحمد لله لم يصل إلى درجة قد يتوفى فيها. كل القراءات موجودة، وهذه الكلمة بليغة جدا وحكيمة جدا، فيها تطلعات للمستقبل، فيها كشف الحقيقة في الموقف المغربي، وفيها أيضا ما هو يكشف لب الواقع الذي كما ترونه في هذه الحال المؤلمة والمؤسفة في مثل هذه العجوز التي عاشت الثورة وتألمت مع تألم المناضلين والمجاهدين من أجل أن تستقل الجزائر، وها هي تبكي دموعا كي تعود الأخوة إلى ما كانت عليه. عندما تأتي شاهدة مثل هذه السيدة التي عاشت الثورة وتبكي على هذا الحال، فهو دليل قاطع أنه لو عاد الشهداء لبكوا دما أكثر مما بكته هذه السيدة، لأنهم كانوا ينطلقون من وجدة وغيرها من هذه المدن يقاتلون ضد المستعمر ويعودون إلى قلاعهم آمنين، وفرت لهم كل الإمكانيات كي يعيشوا في أمان. هل من المعقول في عالم يتجه إلى التوحد، وأنا أعيش في أوروبا منذ نحو 20 عاما، والدول الأوروبية تتخاصم، الحكومات تختلف، تتناقش، تتصارع على مصالحها في الخارج، ولكن ولا سمعنا يوما حكومة تحرض شعبها على الكراهية ضد شعب آخر، ولا يوما أغلقوا الحدود، لأن غلق الحدود فيها عقوبة للشعب، لأنه لو كانت غلق الحدود فيها عقوبات للحكومات ما رأيناهم يغلقوها. فالحكومة الفلانية عندما تريد أن تزور دولة أخرى في ظل حدود مغلقة تفتح لها الحدود وتفتح لها الأجواء بصفة عادية، ولكن عندما يغلقون الحدود فهم يستهدفون الشعوب وليسوا يستهدفون الحكومات ولا غيرها. كم أتمنى أننا جئنا لنتحدث على ما يقوي هذه الشراكة أكثر، وأنه في هذا الحضور بيننا أيضا إعلام جزائري، ولكن للأسف ابتلانا الله بحكام حولوا الجزائر إلى ثكنة كبيرة، والولايات عبارة عن سجون، والمواطن إذا بقي فيها فهو مفقود، وإذا خرج إن نجح وأفلح في الوصول للضفة الأخرى فهو مولود. وكم نجد من الجزائريين الآن مشردين في العالم بمئات أو عشرات الآلاف لا مأوى لهم ولا إقامات لهم بسبب ممارسات هذا النظام. نعم، هذا هو واقعنا كجزائريين، فلا يعقل أن نأتي إلى نظام يعني رضع الإجرام ونشأ وجوده على الكراهية ويرى أن مصيره متعلق بالكراهية مع المغرب، رغم أننا جربنا كجزائريين العداء مع المغرب 50 عام تقريبا، وفي دعم مجموعة من المرتزقة يعيشون في القصور، في حين مواطنين غلابة مساكين رهائن في مخيمات يعانون الأمرين منذ 50 عاما. جربنا العداء 50 عاما، خليني أتحداهم ونجرب غير العداء في 5 سنين. إذا لم تنقلب الأمور إلى ما هو أفضل ملايين المرات، حينها سنخرس وسنسكت للأبد. ولكن الحقيقة أن هذا النظام لا يريد خيرا للجزائر. لو كان يريد خيرا للجزائر ما اتجه هذه الاتجاهات. أنا هنا على هذا المنبر لست بصدد الدفاع عن المغرب، فالمغرب له رجاله، وإن كنت أراه وطني وواجب أن أدافع عن المغرب في المنابر التي تتيح إلي في الخارج، هذا طبيعي جدا. ولكن أنا هنا لأدافع عن الجزائر، أدافع عن بلدي، البلد التي أصبحت محتلة داخليا من طرف
جنرالات هم أصلا تربوا في أحضان مستعمر الأمس، والآن يمارسون البلطجة بحق مواطنين بطرق تعافها، صدقوني تعافها وحوش الغاب. لو رأيتم بعض الوحوش عندما تأتي وتفترس فريسة ما إذا وجدت في حضنها رضيعا تأبى الأنف الحيوانية أن تفعلها، ولكن الله تعالى ابتلانا بنظام عسكري لا يراعي حرمة البيوت ولا حرمة المنازل ولا حرمة الأمهات ولا حرمة النساء. أبو جهل عندما يوم الهجرة أشار إليه أحدهم قال له لنقتحم عليه البيت، قالوا أو تريد أن يقال أننا روعنا بنات محمد؟ هذا أبو جهل في عصر الجاهلية وهو يحارب نبي الإسلام قال هذا الكلام. ولكن عندنا يقتحمون البيوت ولا يراعون حرمة النساء ولا حرمة الأمهات ولا حتى الأنفة التي كان يتسم بها أبو جهل ما رأيناها في هؤلاء. إذن من لا يحترم النساء الجزائريات ولا يحترم الأمهات الجزائريات برأيكم يفكر في هذه العجوز الذي أبكى أمي على مدار أسبوع وهي على فراش المرض وهي تبكي دما على أبنائها المعتقلين؟ بربكم يمكن أن يفكر في هذه العجوز الآن التي تبكي أن تذهب لترى أهلها؟ لا أعتقد أن يكون الأمر كذلك. المسألة يا جماعة ليست مسألة سياسات وليست مسألة خلافات ما بين حكومات، المسألة مسألة منظومة إجرامية تسلطت على الشعب الجزائري تمارس في كل الإجرام وتمنع الجزائريين حتى من حقهم في السفر حتى يسافروا إلى بلاد الجوار، بل أنهم يعملون حتى على تشويه الدول الأخرى حتى لا يرى الجزائريون كيف الدول تتقدم وتتطور وكيف بناها التحتية تصل إلى أعلى المستويات، في حين الجزائر الدولة التي كل سنة على الأقل 20 مليار دولار مداخيل من البترول الآن شعبها يركض وراء الحليب على طوابير، ما فيش سكر ما فيش زيت. صار رئيس جمهورية الجزائر يطلع في وسائل الإعلام ليحدثنا عن العدس، وبالأمس كانوا يتحدثون عن القدس، يحدثوننا عن لوبيا، وبالأمس كانوا يتحدثون عن اللوبيهات في الدول المتطورة التي ستدافع عن مصالح الجزائريين. نظام بائس من مثل هذا بربكم كيف يكون علاقته عادية مع المغاربة أو مع توانسة أو مع الليبيين أو مع دول الجوار؟ طبعا منظومة فاسدة ظالمة متسلطة تتمارس البلطجة على الجزائريين، لا ننتظر منها أن تمارس غير البلطجة مع دول الجوار. حقيقة القلب مفجوع وموجوع ومليء بالحسرة الشديدة على ما نعانيه، ولكن يبقى دائما الأمل عندما نرى هذه الوجوه النيرة، عندما نسمع الكثير من الجزائريين وهم يتحدثون عن غد أفضل، لأن اليأس هي قمة السقوط تحت أقدام المستبدين والطغاة الذين يتسلطون على الشعوب، ولكن الأمل هو دائما ما يهزمهم رغم ما فعلوه وما يفعلوه معي. فوالله أقولها من هذا المنبر لن يثنيني على ما أقوم به إلا موتي أنا، وليس قتل والدي أو والدتي أو أحد أفراد أسرتي. حقيقة أن العلاقات الجزائرية المغربية تؤلم كثيرا، تؤلم كثيرا. فعندما يفرق ما بين الرحم، عندما الرحم معلقة في السماء لا شيء ينتقم منه رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة مثل قطع الرحم بين الأشقاء، فما بالك إذا كان الأمر بين فردين، فما بالك بين دولتين وشعبين؟ فالأمر سيكون أسوأ بكثير. نقول هذا بمرارة، ولكننا حقيقة نتطلع إلى ما هو أفضل، ونتمنى في ظل هذه الخطابات الملكية، في ظل هذه الدعوات، في ظل هذه الوجوه، في ظل ما رأيته أنا بنفسي في الشارع المغربي من شعارات خاوة خاوة، من كلام طيب تحدثوا به عنا وعن الجزائر وعن الجزائريين، وفي كل بيت نقف أمامه يفتح لنا. أعتقد بأن منظومة العسكر نحو الكراهية وزرع الكراهية ما بين الجزائريين والمغاربة أخفقت شعبيا من خلال ما نراه من المغاربة، أخفقت سياسيا من خلال ما نراه مع هذه الأحزاب السياسية وفي مقدمتها جبهة القوى الديمقراطية، أخفقت رسميا من خلال الدعوات الكريمة من الملك المغربي محمد السادس حفظه الله، التي تدعو إلى الحوار، تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى التعاضد. أعتقد في ظل هذه الأجواء لن يكون إلا ما يخطط له هؤلاء العسكر إلا أنهم يحفرون قبورهم في قصورهم، لأنه لا مستقبل لمن يريد أن يقسم الشعوب أو يغلق الحدود أو يهدد وجود دول أخرى. المستقبل لمن يملأ القلوب
بالحب وينبذ الحرب ويدفع نحو الحوار، وليس ذلك الخوار الذي نراه في إعلام بائس لا يحترم شعب ولا يحترم أمة ولا يحترم قيم ولا يحترم تراث. حقيقة الذي أتمناه أننا نلتقي يوما آخر هنا وأنا قد جئتكم من الجزائر ببطاقة التعريف فقط وليس بجواز سفر، في ظل حدود مفتوحة وستفتح يوما مهما فعل شنقريحة وغيره من هؤلاء. فأين ذهب الجنرال الفلاني والعلاني؟ فهناك من هم تحت التراب وهناك من هم في السجون يمارسون مصيرهم البائس على فسادهم واستبدادهم. صدقوني إن أطال الله في أعمارنا سنجتمع هنا وقد أتينا من الجزائر وببطاقة التعريف وعلى سياراتنا وما فيش حتى يعني حرس حدود. واذكروا هذا الكلام جيدا. شكرا لكم.